السلام عليكم. معكم الآن خديجة من قناة سكر وزعفران. وصفة جديدة من الوصفات البسيطة جدا المتوفرة في كل بيت، اللي هي عبارة على فطيرة محشية بالخضار أو مسمنة محشية بالخضار اللي كطيب في الفرن. على بركة الله. نبدأ. بسم الله، توكلنا على الله. أول شيء ناخذ 500 جرام من الدقيق، تنحطوا عليه قبسة من الملح، كنحركوها باش تخلط معها. من بعد تناخذوا إناء تنحطوا فيه 300 مليلتر من الحليب الدافئ، وتنحطوا معاه 100 مليلتر من اللبن الرايب، او لو ما عندكيش حطي الزبادي. وهي اصلا الوصفه تتعمل بكريمه الحامضه لكن غير متوفره عندي، فانا عوضتها بهادو. وانت كمان ممكن تعوضيها لو ما عندكيش لبن رايب بالزبادي، لو ما عندكيش بجبنه قريش او ما يسموش جبنه قريش. من بعد خلاص حطيت عليها ملعقه صغيره من مسحوق الخميره، حركت مزيان الخميره في الحليب حتى دابت. ومن بعد نحط عليها الدقيق، وكنحطوا الدقيق شوي شوي، ما نحاولوش نحطوا دفعه واحده، لان الدقيق كما تعلمون يختلف من نوع للنوع. فانا هنايا كنحط الدقيق ديالي شوي شوي وبعدين كنخلط. لكن بالنسبه لي انا في هذه الوصفه خدت لي 500 جرام، بل اضفت ملعقتين اثناء العجين. اثناء الدلك اضفت ملعقتين من الدقيق، لان كان عندي مشكل انني ما كنعرفش نخدم بالكوانتي، وهنايا خدمت بها فكانت كتلتصق ليا غير الايد ما كتلتصقش فيها بحال الكوانتي. ما عرفتش انا، بالنسبه لي انا افضل العجين باليد، لانني كنحس بالعجينه لما كتكون مدلوكه كويس او غير مدلوكه. يعني في هذه اللحظه هذه انا دلكتها يعني تقريبا بشي 10 دقائق وانا كندلك فيها، ومن بعد حطيتها وغطيتها بنفس الاناء وغطيتها باش تختمر، واروح على المطبخ باش نتجهوا للطريقه الثانيه او المرحله الثانيه، عفوا ماشي الطريقه الثانيه. المرحله الثانيه عندنا الخضار اللي عندك في المطبخ. عندي بصلتين كبار او متوسطين، لهنا خديت ربي متوسطين ماشي كبار باش ما نكذبش. ملعقه واحده فلفلايه كبيره، فلفله حلوه كبيره، جزره كبيره او ما يسمى عندنا في المغرب خيزو، وكذلك الملفوف، قطعه من الملفوف لا باس بها، كله بشرته رقيق جدا رفيع. وحطيت البصل الاول في الطنجره مع السمنه والزيت لحد ما تحمرت، وحطيت الباقي الخضار. من بعد حطيت ملعقه من الفلفل الاسود، وملعقه من الكزبره المطحونه، وملعقه من الزنجبيل، القزبور المطحون ملعقه واحده. بالنسبه للكمون في ملعقه في هذه الوصفه، لكن انا فضلت انني نحطه في الاخير، لاني عندي الكمون يعطي واحد الرائحه مش غير محبوبه في الاكل. لما خلطت المقادير اللي عندنا خليتهم تقريبا 5 إلى 7 دقائق. أنا لا أريد أن تنضج الخضار كلها، أريد فقط أن يعني تتشرب مع بعض، لأن تكمل السوى ديالها في الفرن. ملي خرجتها من فوق النار ضفت لها الملعقة ديال الكمون، وضفت لها ملعقتين كبار من الكزبرة البقدونس المفرومين، وما يسمى عندنا بالربيع. هنايا خديت 100 غرام من الزبده، خليتها في فوق النار لحد ما نشفت من الماء، وبعدين اضفت عليها 100 مليلتر من الزيت. لك الاختيار تضيفي الزيت او ما تضيفيش. لو انت ضفتي الزيت غتحطي الخليط في الفريزر او في الكونجيلاتور باش يتجمد شوي، باش تحسي انه عامل زي السمنه باش تقدري تخدمي به. في هذا الأثناء كنقطع العجينة على 4، أنت لك الاختيار تقطع حتى على 6 حتى على 8، لك الاختيار في ذلك. أنا قطعت على 4 فقط، وخدت لي مساحة كبيرة صراحة باش نفردها. في هذه الحالة هذه لازم يكون عندك مكانين، مكان الفرد ومكان تحطي فيه. اللي عندك ترابيزة أو طاولة كبيرة مزيان، ما عندكش شوفي لك أي صينية كبيرة تحطي فيها الأشياء الحاجات اللي أنت فردتيها، لأن من الأفضل أنك تفردي كل مرة واحدة وترتاحي. هنايا العجينة الأولى خديتها كانت صافي يعني ارتاحت، فردتها. كان نفرد بالنشا.
بالنسبه لي الاخوات غادي استسمحكم، انا كنهضر شويه باللهجه غير اللهجه المغربيه في بعض الكلمات، لان تلقيت تعليقات من بعض الاخوات قالوا لي انهم اصبحت المساله عندهم صعبه، لا يستطيعون فهم الكلام، فطلبوا مني ان ندخل بعض الكلمات باللغه العربيه او اللهجه المعروفه التي يتكلم بها الجميع، في المصطلحات التي معروفة عند الكل، سواء كانوا مصريين أو سوريين أو خليجيين كلهم. المهم خديت العجينة الأولى، خديتها وحطيتها على جنب في مفرودة، بعد ما رشيت الطاولة بالنشا. ناخذ القطعة الثانية، هي نفس الشيء كما قلت لكم. تستسمحوني لا أتكلم باللغة المغربية يعني في كله، كنحاول ما أمكن ندخل بعض المصطلحات حتى لا يصعب على الأخوات الصديقات تاعتي توعي أو الأخوات اللي معايا هنايا، لأنهم كلهم أشاروا إلى نفس الكلام، قالوا لي إحنا ما بقيناش كنقدروا نتابعوا القناة بتاعتك، فيا ريتك يا ريتك يا خديجة تغير لنا شوية من اللهجة، لأن اللهجة شوية صعيب علينا. المهم خدت الأول وحدة ها هي، فردتها وحطيتها في طرابيزة قلت لكم على جنب، أو طاولة على جنب، وحاولت أنني ندخل فيها الزبدة في جميع الأماكن. إلا كتلاحظوا راه الزبدة ولات عندي أصبحت مثل السمنة. من بعد نحط عليها الطبقة الثانية ونحاول أنني نفرد. أنا حاولت ما أمكن ما ندخلش فيها بزاف النشا، يبان لكم النشا فيها ولكن ماشي بكمية كثيرة. من بعد غنسوي الجوانب وغادي نجيب ندهنها تاني بنفس الطريقة بالزبدة والخليط الزبدة اللي عندي، ومن بعد نحط فيها الخليط ديالي اللي انا جهزته ديال الخضار، يكون ساعات خلاص يكون برد. والاشاره ممكن الخليط ديال الخضار نضيفوا له الفلفل الحار، لو الكل في البيت كياكل فلفل. بالنسبه لي انا نسيت ما حطيتوش، فكانت عندي هريسه معموله من الفلفل الاخضر الحار، صراحه حار بالمعنى الكلمه، فحطيت بس القليل على الجوانب حتى يكون واحد يعني شوي فقط من الحار في الفطيره او في المسمنه. صافي هنايا كنقاد الخليط ديالي كنحطو، نحاول ما امكن ما ندخلش بزاف في الجوانب باش ما يخرجش منه، خليت واحد مليمتر هنا ومليمتر هنا، ما كانش مسافه كثيره. ومن بعد غادي نجيب الهريسه اللي قلت لكم الخضراء وغنحطها على الجوانب. غنصاوب لكم وصفه مثلها، تقدروا تعملوها نتوما بنفسكم نفس الوصفه من غير ما تحطي فيها الحشو، بدل الحشو تحطي الزبده تحطي عليها الكاكاو باودر، وممكن تحطي عليها الزبده وتحطي فوقها مكسرات، صراحه كتجي روعه ما فيها حتى شي مشكل. كتجي بحال شكل ديال كرواسون مورقه، تجي بحال مسمنه مورقه ومقرمشه، يعني انت لك الاختيار، يا اما باودر يا اما مكسرات. هنايا غطينا بنفس الطريقه اللي درنا في الاول، كنعايدوها ثاني في البواقي اللي عندنا من القطعه الثانيه اللي فردنا، درنا 2 تحت ودرنا الحشو، وبعدين درنا 2 تحت بنفس الطريقه. بين كل وحده ووحده كنحطوا الزبده او ما يسمى بالسمنه، هذه الطريقه تاع السمنه لان حطيتها شويه في الفريزر ولات بحال جامده شويه. المهم غنسوي الجوانب، وهذه كمان ممكن ايضا انك تخليها حتى الاخير وتعمليها ما فيه مش مشكل. من بعد غادي ندويها على طريقه حلزونيه وغادي نحطها ترتاح وليس تختمر، ترتاح في الثلاجه، نحطوها في الثلاجه لمده ساعه. نخليكم مع الصور. هنا كنحاول انني ازيح البواقي بتاع النشا اللي عندي. خدوا بالكم ردوا بالكم انها ما تمشيش لكم الطبقه اللي فوق، حاولوا تدخلوا كله لداخل. في هذه المرحله هذه ممكن تقطعي الجوانب الا بغيتي. صافي كنديرها على شكل حلزون وندخل الطرف اللي تحت ونحطها كما قلت لكم لمده ساعه في الثلاجه، غير الثلاجه وليس الفريزر. نخليها منها كتختمر ومنها كذلك الزبده تتماسك وكتجيك سهله في الفرد. هيا هنايا بعد ما تجاوزنا الساعه كنحاول انني نفردها
والفرن مشغلاه على 180 درجة من تقريبا 10 دقائق، تخليه يسخن مزيان. ومن بعد تحط عليها خليط البيض والحليب وشوية خل، وهاي اللي خرجت. خليكم مع الصوت ديالها. صراحة كتجي مقرمشة. هنايا حطيتها في الطبق صافي وزينتها بالكزبرة والزيتون. تتاكل هاد الوصفة، تاكل إلا جاو الدراري من المدرسة، تاكليها في العشاء مع طبق سلطة من الخيار والخس والطماطم، وكلها يعني سهلة وكلها بسيطة وما شاء الله، يعني تشبعك، ما فيهاش حتى شي مشكل. بهذا الطبق كننهي الحلقة ديال اليوم. كنتمنى ما تنسونيش من التعليقات ومن اللايكات والاشتراك في القناة. شكرا لكم، الى اللقاء.